السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده بارت 2 من اسال اوائل الجمهوريه. هنعمل ان شاء الله مكالمه تانية مع اوائل الجمهوريه. هو هيبقى الرابعه والرابعه والاولى، بس هينزل في حلقات منفصله باذن الله. ولكن قبل ما نبدا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلتنا سهلا، وانت تجعل لنا يا مولانا الصعب سهلا، فان شئت يا مولانا فاجعل الصعب سهلا، اللهم امين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مروه؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. لا، ازيك يا دكتوره مروه بقى؟ ازيك يا مروه؟ ايه بقى؟ يعني انت طالعه الرابعه جمهوريه وجايبه 99 69 عشان اقول لك يا مروه حف كده؟ شرفت الصعيد كلها، مش سؤالك بس. طيب يا ستي، احنا طبعا انت عارفه ان احنا هنسالك كام سؤال بس كده، وشكرا ان انت وفرت لنا جزء من وقتك. انا عارفه ان انتوا بتمتحنوا. لا عادي، أنا تحت أمرك. حبيبتي تسلمي لي والله. بص، طبعا برضو الاسئله دي بقول تاني مش انا اللي بسالها لكم، هي الطلبه هم اللي قايلين لي اسالي الاسئله دي. تمام ماشي. طيب، اول حاجه مع ان فتره الامتحان احنا هنسالك ازاي عدت الفتره دي من حيث كام حاجه. اول حاجه، ازاي بتنظمي وقت المذاكره بتاعك في ليالي الامتحانات؟ طيب بصي، هو بالنسبة يعني كل مادة كان بالنسبة لي ليها ظروف. يعني أنا مثلاً في المواد الرياضة دي كلهم كنت بفضل اللي هو نرجع من الامتحان نقعد نحل. مفيش وقت للتفسير. يعني كنت نبدا في الحل ان انا كنت حله كتير قبل كده، وكنت يعني الحمد لله الماده خدتها كويس، فكنت شايفه اللي هو لما نبدا في الحل هنفتكر بطريقه احسن، بحيث لما نيجي نراجع بعد كده يعني خطوه بسرعه كده. ما يبقاش الامور عماله مركز في كل خطوه في المساله وكده، لان يعني اوريدي عدينا على المساله كده مره كتير خالص، ويعني فاهمه اللي هو هنفتكر بالحل احسن. كان بالنسبه لي كده. فكنت ماشيه في الرياضه اللي هو نرجع مثلا نقعد من اول ما نرجع لحد العشاء مثلا الحل مثلا 5 امتحانات ممكن زي كده مثلا، وبعدين ثاني يوم بقى اول النهار نقعد العشاء. يعني امتحانات شامله مش درس بدرس؟ لا طبعا مش درس بدرس، لا الامتحان مش درس بدرس. لا، الامتحان مش درس بدرس، بس انت كنت مذاكره ده كويس قبل كده، يعني انت كنت حله كتير. الرياضه دي بالذات يعني كنت حله فيها كتير، وغير كده برضه المستر بتاعنا يعني ربنا يبارك لها المستر علاء كان مهتم معانا في الشرح بفتره الامتحان المدرسه بكل افكاره. فكان مثلا يعني في كل درس انت هتلاقيه حاطط لك اهم الاسئله واهم الافكار اللي هي في كتاب مدرسه على كل مثلا فكره سؤال. فانت لو رجعت المذاكره كانك رجعت يعتبر يعني رجعت اغلب الافكار. كان كده بالنسبه لي. لكن برضه كنت نبدا في الحل وبعدين نراجع المذاكره كلها، وبعدين كده نحل تاني. يعني ممكن كنت نحل 10 امتحانات من الامتحان. 10 امتحانات. ونراجع برضه اللي هم الامتحانات الاخيره في الكتاب برضه نبص على حل كده. برضه انا حلهم جامد كده، بس ايه نبص على حلهم. وبرضه يعني لو نصيحه لو حد لسه في بدايه السنه لازم كتاب المدرسه ده اللي هو لو هو بأثر يعني المرجع اللي هو الاساسي ليه. يعني مثلا المستر ادانا درس اول درس مثلا يروح يحلوا من كتاب المدرسه. واجب عليه يعني اصل كتاب المدرسه يحلها هي الواجب. المستر كان يعمل معانا كده. وبالتالي ان الكتاب كله ما فيش فيه ولا سؤال، اي فكره مثلا تقف معانا او كده وراها المستر وحلها لنا. يعني للاسف الكتاب هي كمان رياضه كتاب مدرسه، رياضه كتاب مدرسه. انا بقول لهم كده من اول السنه، رياضه كتاب مدرسه، عايز تقفل رياضه كتاب مدرسه. يعني ممكن فكره بسيطه كده بس برضه يحط نفس الفكره بس اختلاف ارقام. هو اصلا الجبر والهندسه الفراغيه ما خرجش من بره كتاب المدرسه اللي هم امتحنوه. طيب، عايزه تضيفي حاجه للمواد الثانيه مع انك خصصتي اول حاجه الرياضه؟ الشرعي والعربي وكده لا بصراحه كنت نبدا يعني مثلا هو كان فيه طبعا يوم ونص. فكنت اللي هو بعد ما نرجع من نتغدى ونصلي كده، وبعدين نقعد نذاكر مثلا لحد بعد العشاء كده. ممكن نخلص نص الماده في الوقت نضحك كده ولا نكمل. وبعدين نقعد نحل مثلا اللي هو 8 امتحانات زي ما يجي الوقت برضه، لانه كان اخر العشاء. يعني انا ما كنتش معتمد على كده
ساعات بالليل بحس الامور الامتحان مركز يعني. اهم حاجه طبعا. فكره النوم ده برضه بالنسبه لي كانت اساسيه، ما ينفعش بعمل امتحان وانا مش نايمه كويس لاني ما عملتش حاجه. ما هو السؤال اللي جاي بعده ازاي هتظبطي نومك في الامتحان. هو كده بالظبط لازم 6 ساعات. وعلى فكره والله لو الواحد مذاكر من الاول كويس هينام عادي. يعني انا الصراحه بالنسبه لي كان اول فتره الراحه هي فتره الامتحانات. يعني من اول ما دخلت الامتحانات خلاص صدر لي التشتت. لا ثانيه، ده جمله جميله دي، اول بدايه الراحه هي فتره الامتحانات. الجمله دي ده اول مره اسمعها، ده فعلا ده اوائل الجمهوريه حاجه مختلفه فعلا. والله بجد كان بالنسبه لي كده يعني خلاص اللي هو الحمد لله بعد ما اطمنت في اول امتحان كده خلاص يعني الدنيا بالنسبه لي خلاص. اول ماده واحده بس اركز عليها واذاكرها ونروح نذاكر فيها وخلاص كده. وبعدين كنت برضه في الشرعي والعربي عشان هو كله مش كبير، فكنت يعني مثلا انا نص مثلا كنت كان معايا مثلا 3 ساعات قبل ما اطلع الامتحان كنت بص سريع على كل صفحه كتاب. كان مثلا هم 60 صفحه ولا 70 صفحه وقلت عليهم كده التمرين كده بص سريع. بعد طبعا ما رجعت هو اللي هو كنا بنتكلم اللي انت بتبصي بصه سريعه لازم، والنظام ده برضه انت ماشيه بيه في الكليه. ممكن كده اللي هو 3 ساعات او 4 ساعات من الفجر لحد ما اطلع لازم نبص برضه كده بصه سريعه اللي هو ايه، الحته دي اكد عليها. والفيزياء والكيمياء والاحياء نفس الكلام. لا بس اللي هي فكره المراجعه الاخيره اللي هي البصه السريعه دي 3 4 ساعات في الاخر دي كانت بالنسبه للشرع والعربي بس. الفيزياء والكيمياء والاحياء برضه كنت ماشيهم شبه الرياضه يعني كويس وحل عليهم كتير خالص. فكنت نبدا يعني اللي هو اليوم اللي راجع فيه نص اليوم كان بنحل فيه، وبعدين نبدا مذاكره من اول اليوم. مثلا ممكن ياخد يومين، يعني ممكن خلص الفيزياء او الكيمياء راجعها في يومين وبعدين برضه باقي اليوم يعني باقي لحد ما بعد الامتحان بدا حل. اصل يعني تثبيتات من المرشد اللي هي ايوه المرشد. كان معايا برضه كتاب المعاصر بس اللي هو نظام جديد والتثبيتات اللي بتاعت العربي القديم. والنظام برضه كان المصدر يعني هو اللي ماشي معانا فيه. وانا اصلا كنت ماشيه اونلاين المواد ما كنتش عارفه فيها دروس. كنت واخده الحاجات دي اونلاين، المواد العلميه الفيزياء والكيمياء والاحياء كلها اونلاين والمراجعات اونلاين. كويس برضه كان سؤال كنا نساله اللي هو المراجعات اونلاين يا جماعه. الرابعه الجمهوريه كانت ماشياها اونلاين. والله كلها كنت ماشيه اونلاين. هو الوحيد اللي كنت واخدهم يعني مع مدرسين عندنا وكده هم الرياضه والانجليزي لان كنت متعوده على ايام ثانوي. ايوه فاهم. بس الباقي كان اونلاين. الباقي كان اونلاين طيب وزي ما قلنا برضو في الحلقه اللي فاتت اللي هو يعني ممكن اطلع برضو من اللي انت قلتيه ان هو 60% حل و40% مراجعه على المنهج. طبعا لازم الحل. تمام. طيب لو انت دخلتي الامتحان ولقيتي السؤال واقف قدامك كمروه هتعملي ايه؟ هو لو انا عديت بالموقف ده فعلا بالذات في المواد يعني خصوصا او يعني تحديدا في المواد اللي هي الفيزياء والكيمياء. يعني في مثلا الفيزياء والكيمياء حكت عليا انا حطها اللي هو اتصدمت اللي هو اول مره اشوف المساله دي فطبيعي الحاجات دي فعادي هسيبها الاخر خالص ونحل كل الاخر اللي انا عارفاه وفي الاخر نرجع لها عادي ونحاول نربط يعني السؤال اللي هو موجود قدامي بالمعلومات اللي انا عندي عن الموضوع ده. يعني نفتكر القوانين ونحاول اللي هو ايه يعني نجمع كل حاجه انا عارفاها عن الموضوع ده ونحاول نربط هو عاوز ايه. كل المعلومات اللي انت عارفاها عن الحته دي. شفت الحته دي فين قبل كده؟ ايوه بالظبط. لكن عادي يعني مريت بالموقف ده فعلا في الاخر في الفيزياء يعني الفيزياء مثلا طلع خمسه كده ولا كده كنت اول مره اشوفها يعني بس يعني اللي هو اخطر. وفي مساله برضه كان اول مره اشوفها بس اللي هو حاولت فيها والحمد لله يعني الفيزياء نفسها فيها درجه. الحمد لله اللي هو ما يتخضش ونهدى وكده كده ايه هيتحل. هتيجي بس اللي هو دماغ الاخر اللي هو دماغ. وبرضه لو سؤال برضه انت عارفه اجابته بس هو انت عارفه ان هو طويل وعايز تركيز سيبيه للاخر ما تضيعيش وقت. سيبيه للاخر برضه ما تضيعيش وقت. حلي باقي الورقه الاول يبقى واقف قدامك سؤال ولا حاجه احسن من يبقى واقف قدامك بقيه الاسئله وهيحصل التوتر هيبقى مضاعف. ايوه طبعا. طيب لو انت مثلا طلعتي من الفيزياء والكيمياء والحاجات دي او مثلا في الفقه لو انت غلطتي في الفقه والجبر مثلا هل ده متكاس ان خلاص الحلم خلاص الطب راح؟ انا ما كنتش راجع صراحه يعني انا ما كنتش راجع خالص. انا كنت بطلع من اللجنه لو حتى اصحابي ما كنتش بقعد معاهم علشان مش عايزه حد يجيب لي كده في الامتحان خلاص اللي انا كتبت خلاص كده. فكنت بتجنب فكره الراجع دي خالص. اصلا اللي هو حتى كده الحالات انت يعني انت مش مستفيد يعني اذا طلع عندك حاجه غلط هتحس باحباط فانت الخسران. حاسس انك جبت الامتحان وتاخد نجم في نفسك يعني فلا ما ترجعش. لو كنت حلتها كده
لو كنت لا ذاكرت. تدعي ربنا يعني ان شاء الله يكون اللي حليته صح. اللهم اني استودعتك كما كتبت فاجعله صحيحه. بس ما كنتش تراجع بصراحه، ما كنتش بحب كده خالص يعني. هو كله كده والله، الناس المحترمه بس هم اللي ما بيراجعوش. طيب. لا ما فيهاش افاده اصلا يعني. لا هي ما فيهاش افاده، غير ان هو لو انت حلل غلط. كانت مريم الرابعه الجمهوريه برضو كانت بتقول اللي هو يا انت يا هتتضر يا اللي بيراجع هو اللي هيتضر. ما لو انت صح مثلا وانتوا غلطانين في حاجه انتوا الاثنين، ما هو حلل غلط هو اللي هيتاذى نفسيا. ففي طرف في الاثنين هيزعل. وغير كده زي ما بقول لك كده، لو انت حاسه ان انت الوحيده اللي حليتي صح كل الاجابات بتاعتك، كمان اللي بتنفذ الناس طبعا انت زعلانه ومش عارفه ايه، لا هو سيبيها لله، سيبيها زي ما تيجي تيجي. ادعي ربنا كده وان شاء الله يعني تبقى خير. طيب هم عليهم المره الجايه باذن الله انجليزي وبعده استاتيكا. تنصحيهم لان طبعا انت عارفه قد ايه هم خايفين من الاستاتيكا والديناميكا، انا بقيت بخاف من خوفهم. تنصحيهم بايه؟ الاستاتيكا الامتحان السنه اللي فاتت ما كانش صعب بس كان طويل يعني يا دوب. عيب امتحان الرياضه في الثانويه الازهريه بجد. انا نفسي يعني المسؤولين يسمعوا ويغيروا ساعتين دي. يعني ايه امتحان الرياضه ساعتين؟ هو فعلا لا، هو بالنسبه لفاكر الفروع كان كويس، هو ده بس اللي كان طويل. لان كان جايب سائل يعني مثلا هو مساله اكمل وحلها بصفحه كامله، يعني حلها بصفحه كامله وهي مساله اكمل عادي فيها تجيب الاجابه النهائيه وخلاص. بس هي المساله كحل تاخد منك مثلا صفحه، فهو كان فعلا طويل. يعني لو كان واحد اللي هو مش مجمع الافكار في دماغه لسه عمال يفكر هياخد وقت، يعني ممكن ما يلحقش يحل في الامتحان. بالظبط. طيب تقولي لهم ايه برضو اللي هو عندهم انجليزي واستاتيكا عايزين يلموا الاثنين مع بعض، تقولي لهم ايه؟ بالنسبه للانجليزي طبعا نرجع على الكلمات على الجرامر والقصه. لا ثانيه بقى، ثانيه احنا هنا نختلف. انا شايفه ان انجليزي يقعد يحل يغلط يروح يشوف هو غلط في ايه، امال هيراجع على الكلمات واحده واحده. حاسه ان هو تضييع وقت على الفاضي. هو اصلا اوريدي طول السنه كان عمال يحفظ في الكلمات. نبص على كل الكلمات وكل القواعد برضه نبص عليها. وممكن بتحل برضه عادي، ما هو الوقت هيكون كافي ان شاء الله يعني يحل ويراجع كل حاجه. بس اللي هو برضه لو يعني غلط ويرجع هيحس اصلا ضغط الامتحانات اللي انت داخله مثلا يعني الانجليزي بقالك 15 20 يوم ما بصيتيش فيه اصلا وفجاه في الامتحانات، فاللي هو كانك دماغك فاضيه شويه منه. يعني هتيجي تحل برضه مش هو ده هتلاقي محتوى بس الحاجه كلها هتاخد فيها فهتحس باحباط. يعني انا ما كنتش بفضل صراحه فاهماني، ما كنتش بفضل صراحه اللي هو يعني ما كنتش في المنهج اللي هو الحل بس، لا ما كنت لازم ابص في كل المنهج عموما ومن نفس المكان اللي دخلت منه برضه ما كنتش لازم اختار. بس على الاقل الانجليزي يبص بجد، اللي هو لو هيبص خلاص هنسمع كلام مروه ما ياخدش وقت فيه. يعني بالكتير 4 ساعات بيبص في كله ويبدا يحل بقى اللي هو حل بحت. هو الانجليزي برضه حط لهم جدول مناسب زي الفيزياء زي قصدي لا الفيزياء الانجليزي وقته كويس جدا. طيب اخر حاجه لحظه النتيجه، هل كنت متوقعه مجموعك مروه نور الدين ابو ضيف عثمان؟ هل كنت متوقعه مجموعك ما شاء الله ناقصه درجتين بس؟ بتعملوها ازاي دي؟ احنا بنرن نقر. انا صراحه يعني ما كنتش متوقع ما كنتش برضه حاطه في بالي. يعني انا هنعمل اللي عليا وخلاص، لكن ما فكرتش اللي هو ايه انا لازم اجيب كذا، لان لو فكرت في كده من الاول ومثلا دخلت امتحان واخد معايا سؤالين ولا حاجه صفر وكده هتحس ان حلمك ضاع هتنهاري. فاهماني؟ ايوه ما كنتش حاطه في دماغي اللي هو لازم كذا. حتى كليه الطب نفسه ما كنتش حاطه في دماغي اللي هو لازم كليه الطب. انا كنت ايه اللي هو ربنا يجيبها كل خير بس هو نعمل عليه وخلاص. مريم بتاع بعد ما دخلت كليه الطب انا اسف رجعوني. طيب لحظه كده يا شيخ الازهر بيكلمك، اللحظه دي نسيتك مر الثانويه؟ طبعا بس هو صراحه ما كلمناش شيخ الازهر وغالبا ما كلمش غير المركز الاول يعني. والله ما كلمكوش؟ كنت بتكلم مع بنت ما قالتليش الموضوع ده. يعني ايه ما يكلمكوش يعني ايه؟ بس اللي هو انا كنت مبسوطه طبعا يعني اللي هو من اول ما شفت بفرحه الاهل.
شرفتيهم. طيب يا مريم والله انا مبسوطه اللي انا كلمتك واللي انا يا مرو يا مرو اللي انا كلمتك واللي انا عرفتك، واتمنى ان هم يستفادوا من النصايح دي ان شاء الله. وشكرا تاني لوقتك. ماشي. وانا مبسوطه والله تاني يا مروه اللي انا عرفتك. ماشي يا مروه يا دكتوره مروه. ماشي. هتعوزي اي حاجه؟ لو البنات محتاجين مثلا، يعني ممكن نديكي مثلا رابط الصفحه بتاعتي على الموقع او كده، لو هم مثلا محتاجين يسالوا عن اي حاجه او كده ما عنديش مانع. انت دبست نفسك. انت دبست نفسك. لا ما هيصدقوا. ربنا يعينك بقى على اللي انت قلتيه. خلاص يا جماعه هتبعتولي، هسيب لكم الرابط بتاعها تحت ان شاء الله، هتلاقوه في التعليقات او في الديسكريبشن. خشوا بقى. لا ما عنديش مشكله، اي حد محتاج حاجه حبيبتي والله يعني ذوق كلك والله يا مروه، كلك ذوق والله يا مروه. ماشي يا حبيبتي تسلمي. شكرا يا مروه. ماشي مع السلامه. وانا والله اكتر بكتير. كلكم الصراحه كلكم يعني محترمين جدا والله. حبيبتي والله يا مروه. ماشي مع السلامه. العيال دي متربيه 10 مرات والله. خلاص يا شباب انا هسيب لكم اللينك بتاع مريم باذن الله. مروه اللينك بتاع مروه باذن الله تحت في اول تعليق او هتلاقوه في الديسكريبشن. يعني لو محتاجين اي سؤال اتواصلوا معاها باذن الله. بالراحه على البنت بالراحه. بس ده الفيديو بتاع مروه الرابعه الجمهوريه باذن الله. شخصيه مشرفه، شخصيه تحفه. انا كل ما اكلم حد فيهم اللي هو عيال متربيه 10 مرات بجد، وما بيترددوش ان هم يطلعوا يقولوا لكم نصايح، ما بيترددوش ان هم يبقوا عايزين يساعدوا حد. فهم ناس يعني في غايه الروعه ويستاهلوا بجد ان هم يوصلوا. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. زي ما قلت لكم انا مش هطلع اتكلم عشان انتوا زهقتوا من الكلام اللي انا بقوله. هنخلي اوائل الجمهوريه هم اللي هيتكلموا ان شاء الله. هنستنى بارت 3 مع الرابعه الجمهوريه برضو مكرر، كانوا كتير ما شاء الله، ومع الاولى على الجمهوريه باذن الله. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.